بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا حبايبنا الكرام، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد إن شاء الله ينول إعجابكم. حلقة مهمة جدا، يا ريت إن شاء الله تدعمنا بلايك واشتراك في القناة والصلاة على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. النهاردة فيديو جميل جدا، حاول إن أنت تسمع الفيديو الآخر. هو الفيديو مش طويل يعني، والمقدمة إن شاء الله برضه مش طويلة. الفيديو إن شاء الله هنتكلم فيه عن حاجات كتيرة، بما إن إحنا داخلين على فصل الصيف وامراض الصيف وحاجات كتير. فالنهارده جمعه، حبيت ان انا ابدا معاكم عمل ان شاء الله ندخل في الفيديو. ان احنا المكان طبعا شايفين انه فيه زرق كتير، انا فيه سايب فيه محبوس في سلكات. فاحنا لا صليت الجمعه وبدات ان انا هبدا ان انا انظف الارضيه جدا، انضفها كويس جدا عشان الامراض وعشان فصل الصيف بتكتر فيه الامراض. فلازم النظافه يا جماعه باستمرار، اقل حاجه في الاسبوع مره او مرتين، يعني على حسب وجود كميه الحمام اللي عندك وعلى حسب كميه الزرع. فان شاء الله نبدا عملي بسم الله. اول حاجه بدايه ان احنا ننظف الزرع في الارضيه بالطريقه دي. بمقشه نكنس وننظف تحت السلكات وننظف الارفف. ان شاء الله برضو الارفف دي هنحوشها ونحوش اللي فيها. ومعانا الاداه بتاعتنا الجميله اهي، دي ممكن تجيبها من عند اي موان بيبيع ادوات صحيه، دي جميله جدا يعني. حبايبنا الكرام، رجعنا لكم بعد ما نظفنا الغيه. وقفت الفيديو عشان ما اطولش عليكم. شايفين النظافه يا جماعه ما شاء الله، شكل الارضيات حاجه جميله جدا يعني. في الارضيه منوره. دلوقتي ان شاء الله نجيب جرد الميه ونحط عليه بتادين او كلور، اي مطهر عندك عشان نطهر الارضيه. ونخلي الحمام بره عشان بس ايه ما يعفصش الارضيه برجليه وتراب وتتلوث. المفروض ان احنا كل شهر مره مثلا، اقل حاجه ان احنا نعمل كده مثلا، مش نكنس وننظف، لا النظافه دي كل اسبوع مره او مرتين زي ما اتفقنا في بدايه الفيديو. لكن مرة كل شهر أو مرتين اللي هو نمسحها بأي مطهر. ودايما نحاول الفترة الجاية دي يا جماعة نحذر من مرض الكنكر، لأنه بيكتر في الصيف ومن التلوث والكلفة اللي مش نظيفة والمية والزرع والحاجات دي كلها بتعمل كنكر عند الزغاليل. فاحنا إن شاء الله عندنا دلوقتي الفلاجيل بتاعنا الجميل أهو. فلاجيل 125 للأطفال، 125 ملي. استخدام الفلاجيل ازاي بقى؟ بسم الله. الحقنة بتاعته خاصة بيها اهي، سرنجة اهي، السرنجة بتاعتنا جميلة. بسم الله. بداية يا جماعة أول ما نطلع علبة الفلاجين نرجها جامد شوية، لأن هو بيكون تخين شوية فبيبقى عامل ترسبات. نرجها. طب نستخدم ايه قد ايه بالنسبة للفرد؟ لو زغاليل قد اللي موجودة دي، لو زغاليل قد الموجودة دي ندي سنتي ونص. سنتي ونص يا جماعة، لأنه ممكن يعمل كوارث لو الجرعة زادت، وممكن يتعب الحمام، وممكن في حاجة تموت منه كمان. سنتي ونص للزغلول كوقاية. كوقاية، واخدين بالكم؟ كوقاية للزغلول سنتي ونص. طب لو حمام كبير مثلا زي ده مثلا، تحته زغاليل صغيرة مثلا، مش هندي الزغلول مثلا، هندي الكبير. ندي 2 سنتي أو 2 سنتي ونص. جميل جدا. بس نحاول برضو معلومة، ما نديش للحمام فلاجيل. لو هندي خام بسرنجة ما نديش فلاجيل والحمام واكل. ندي اخر النهار او ندي الصبح بدري، يكون على معدة فاضية. طب لو هندي للحمام كده هو بياكل، يبقى هنحط على اللتر مية 3 سنتي، على الواحد لتر 3 سنتي. ماشي ماشي، يبقى اتفقنا على كده. نضفنا الادراج اهي، الادراج بقت نظيفة جدا. ونضفنا الارضية كمان اهو، مفيش حاجة ما شاء الله، نظافة تمام 100%. ارضيات كويس، حوشنا الزرق اللي في العيون وكل حاجة بقت تمام، والارضيات بقت سنجة 10.
والمساي والاكلات رافعينها فوق وكافينها عشان برضو الزرق ما ينزلش فيها زرق او اي حاجه. والارضيه بقت تمام كده ان شاء الله. بس انا عشان بصور وحديه مش هعرف ان أنا اصور لكم. انا بحط الفلاجيل على الميه، وبحط البتادين في الميه برضه عشان الارضيه، والفلاجيل للحمام عشان يشرب منه. ونحاول نخليه على عطش يا جماعه عشان الحمام يشرب اكبر قدر ممكن من الفلاجيل. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم. لو عجبكم يا ريت ما تبخلش عليا تدعمني بلايك واشتراك في القناه، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخد اجر وانت تاخد اجر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.